sound, speed, camera, rolling, and جوه دماغ كل واحد فينا دوشة كتير. النهارده هنسمع دوشة ميرا. ازيك يا ميرا؟ الله يسلمك انا يا مبسوطة دينا. قوي ان انت معايا النهارده وانا بجد. فوق ما تتخيلي يعني من صراحه. اكتر الحاجات اللي بهرتني في شهر ديسمبر، يعني خلاص حبيبه قلبي حبيبه والله قلبي، بجد ربنا انت يخليك. اكتشاف. فعلا والله اكتشاف يعني بجد. هعمل لك دوشه جامده جدا. ايوه احنا محتاجين دوشه. طيب، بعيدا بقى عن كل اشكال الدوشه اللي ممكن تكون حاصله في الحياه، اوكي. بعيدا عن شغلك، بعيدا عن بيتك، بعيدا عن ولادك، مين ميرا؟ مين ميرا؟ بعيدا عن كل ده، لو شلنا كل ده اوكي. ميرا شخص بسيط جدا، بيجو with the flow. يمكن ربنا علمني درس كده من وانا صغيره بشويه حاجات او مواقف حصلت لي، ان في الاول وفي الاخر انت محتاج تسلم. فميرا لو هختصرها في حاجه، انا حاسه ان انا حياتي ادفنتشر وانا ماشيه فيها، يعني بجرب كل حاجه اوت اوف انه ربنا عارف اكيد هو ليه حطني هنا. مظبوط. جميل يا ميرا حبيبتي. طيب، بما ان احنا بقى البودكاست بتاعنا اسمه دوشه، وان احنا عايزين نخش شويتين 3 جوه دوشه دماغك، احنا بندردش كده. سمعت انك انت عديتي بتجربتين زواج ما كملوش، عندك اطفال، شويه لايف كوتش، وفي نفس الوقت عندك ADHD نسيتي الحضانه كمان. والحضانه كمان، دوشه 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 دوشه. خدينا شويه كده جوه شكل دوشه دماغك. عايزه نعرف انت النهارده دماغك كحد عنده ADHD بتقولك ايه طول الوقت؟ اوكي. دماغي كADHD، اللي بتقوله لي طول الوقت انه ليه لا. يعني ايه لا؟ ليه لا؟ يعني ما تيجي نجرب. انه مثلا هنا في حاجه ممكن ان احنا نجربها، طب تعالي نجربها. طب في هنا حاجه ممكن ان احنا نخاف منها، طب ايه اقصى حاجه ممكن تحصل؟ يعني ما تيجي برضو نجربها. فالفكره كلها، واللي ليه علاقه اكتر حاجه بالADHD، ان احنا متسرعين جدا. انه شويه عشان بيبقى فيه كده ايه، يعني زي اكسايتمنت بتيجي مع كل حاجه جديده، فبنشد الخيط لاخره، وبعدين بعدها نقف بقى نفكر له ها عملت ايه. فدي ان واي في ناس ممكن تشوفها ان هي حاجه خطر جدا، يعني ايه انت بتدوس للاخر في اي حاجه وبتجرب للدرجه دي. وفي ناس تانية بتشوفها ان هي فرصه حلوه قوي، انه ليه لا، اما تيجي نجرب ونشوف ونعمل حاجه. ولكن في نفس الوقت هو في عيب كبير قوي، انه ماشي اوكي انت جربت هنا، بعدها بشهر ظهرت لك حاجه جديده فرحت جربت هناك، بعدين بعدها بشهرين ظهرت حاجه كمان، طب ما ايه رايك لو نروح نجرب هنا؟ فايه اللي بيحصل؟ طبعا اول حاجه الديسيبلين بيتضرب في مقتل، الكونسيستنسي بتروح في داهيه. اوكي. فدي من العيوب الكبيره قوي في الموضوع، انه اوكي انت بتفتح ابواب كتير قوي في نفس الوقت، بس بتبقى اوفر، وبالتالي مش بتعرف انك تمسك في حاجه معينه وتقول ايه هي دي وانا مكمل فيها. ده بيحتاج مجهود رهيب عند اي حد عنده ADHD، خصوصا ان تبقى في لمبه منوره بتطفي، والبوردر لاين بالظبط. في لمبه وراحت بس خلاص بح الكهرباء قطعت، تصرفوا بقى انتوا فاهماني. فالفكره هنا في انه هي حاجه حلوه قوي 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 بجد، يعني نعمه من نعم ربنا، لان هي اللي ساعدتني في الاستكشاف. ولكن في نفس الوقت انت في عندك تشالنج كبير قوي في ان يبقى عندك انضباط كده، وانك تكوني عاده، وانك تستمري على حاجه معينه في نفس الوقت، وتبقي فله شمعه منوره. هنتكلم كتير قوي عن الحته دي كمان شويه، بس خليني هتكلم قبل كده، قبل النهارده. ميرا النهارده عندها وعي، درست كوتشنج، بتشتغل اوريدي، عندها اكسبيرينسز او خبرات عدت عليها في الحياه. لكن وقت الضلمه، وقت ما خيشنا بسبب الدوشه، يعني وقت ما كانت الدوشه اكبر من ان انا ابقى فاهمه هي بتقول ايه، اوكي، وان انا ابقى عارفه ان انا اتعامل معاها. في الوقت ده كانت اكتر حاجه بتتقال ايه؟ يعني النهارده انا عارفه ليه لا، يلا بينا نجرب، يلا مش هيخسر حاجه. ده بيجي بعد شغل كتير. ADHD ده جزء، الحته بتاعت ان انا هنا مشتته. بس في الاول انا مش هنسى ابدا ابدا ان انا في مره كنت بتفرج على بودكاست، وكانت اللي بتعمله انا مش متذكره اسمها، ولو ان هي حد من الناس اللي قدم للADHD كتير. كانت بتقول انا جالي انهيار لما عرفت
ان البني ادم دماغه بتسكت. ده انا كمان جالي نفس الانهيار بالظبط. هي والله ما بتسكتش. العظيم ما انا ما كنتش ما بتسكتش. يعني انتوا بتتكلموا ايه النهارده؟ الصراحه في لحظات يتخللها السكوت، لكن وقت ما انا كنت بسمع البودكاست الاقي ايه ده، يعني انا ممكن ابقى قاعد. فده على قدر عندك انت بقى كحد عدى بتشالنجز كتيره في فترات كبير. ايه اكتر وقت ضلمه؟ النهارده وصلت للتسليم، اوكي، لكن احنا بنحزق كتير. بالظبط. كلميني عن الحزق بقى. ده كان في بدايه الرحله خالص. يعني بالنسبه لي كانت اول صدمه مثلا من بدري شويتين وانا 18 سنه، انه عايزه ادخل كليه معينه ومش عارف ايه، وماشيه في الطريق وكله تمام وزي الفل، وبعدين جه والدي في النص. ايه، انا من محافظه دمياط مش من القاهره، ومن الناس اللي بتعرف ترسم حلو قوي، كان نفسي قوي ادخل كليه فنون تطبيقيه ومش عارف ايه كل الكلام الجميل ده. فوالدي قال لي معلش ما اقدرش انام في البيت وبنتي نايمه في بيت تاني، ما يجيليش قلب. فدي كانت اول صدمه، يعني اول حيطه خبطت فيها، انه انا كنت عامله حسابي على ده، انا عملت كل المجهود هنا، انا رحت كل امتحانات القدرات، انا ذاكرت كل حاجه، انا عملت كل حاجه، فليه اقف هنا ووشي للحيط؟ فدخلت في ديبريشن عميق جدا، لان دي من الحاجات المصاحبه للاي دي اتش دي للاسف. طبعا قلق، اكتئاب، اكثر عرضه ليه بشكل مش طبيعي، غير اصلا انه بيبقى فيه ادكشن. فانا بحب مثلا الرسم، يبقى انا ادكتد للحاجه دي، فانا دماغي كلها بتفكر في دي، فانا رايحه ناحيه دي. فاما حد يفرمل العربيه مره واحده ويوقفها، هو الموتور بيطلع بره العربيه نط بره فاهمه؟ فخلاص احنا وقفنا حياتنا بقى، انا مش عارفه اعمل حاجه. دي كانت اول خبطه. ففي وقتها يعني شخص ما من قرايبي اقترحت عليا اقتراح جميل قوي، قالت لي ليه يا ميرا ما تتجوزيش بدري ويبقى عندك اولاد وبيت وكذا ومش عارف ايه. و 19 سنه كنت متجوزه. اوكي طبعا 19 سنه متجوزه، اللي هو احنا بنهزر. بقى معايا ابني كمان. فدي تاني ايه، يعني تاني حيطه خبطت فيها. واكتشفت بقى انه انا كنت متربيه جوه بابل معينه، بفاليوز بقى معينه، بحاجه، وبعدين بره اللي هو ها مين الناس دي، انتوا بتعملوا ايه؟ فدي كانت تاني خبطه ليا حقيقي، تاني تخيشه حرفيا في الواقع. وكانت بقى مش طبيعيه. هو انت عندك 19 سنه، عندك ولاد، فانت محتاجه يعني يو هاف تو دو حاجه، يعني في حاجه المفروض تعمل. فاللي عملته وقتها ان انا بدات ادور على شغل، اللي هو انا بعمل بقى في صمت. فطب ماشي، لقيت شغل مناسب، سبحان الله الموضوع ماشي كده بطريقه معينه من ترتيب ربنا بقى ليا، انه يؤدي الى ان يبقى عندي حضانه. مش وانا كنت داخله كليه رياض اطفال، وبالصدفه حد قريبي يبقى هو عنده حضانه بس هو تاجر فبيبيعها، فايه رايك لو نشغلها؟ طب شغلناها. طب ايه رايك لو تدريها؟ درناها. طب انا تاجر ماليش في الحاجات دي كلها، ايه رايك لو تاجريها مني؟ فكاي دي اتش دي انا مش حاسبه بقى حسابات اي حاجه، ولا مرتبات ولا ايجار اللي هو يلا بينا. دي الميزه بقى، فاهمه؟ اللي هو ايه ده هنا ده حبل اهو اترمالي عشان اطلع انا ولادي من الضلمه، يلا بينا. فدي كانت تاني حاجه خلتني افهم بقى حته ان انا اجو ذا فلو واسلم لربنا، ان ربنا خلاني ادخل الكليه دي بدل دي، واتجوز في السن ده، ويبقى عندي الاولاد دول، وبعدين يظهر لي الشخص ده، وفي التوقيت ده الشخص ده اللي هو تاجر اساسا يبقى عنده الحضانه دي، وبعدين يحصل الاحداث دي بالترتيب ده بدون اي ترتيب مني وبدون اي حاجه. فهنا بدات اخد بالي ان ايه، انت شايفه العلامات، انت فاهمه يعني ايه ان ربنا اللي بيرسم لك حياتك مش انت اللي بترسميها. فجت هنا حته الادكشن بقى للشغل بتاعي كبزنس اونر بقى، وانا سني صغير. الناس بتدخل اللي هو ايه، مش مصدقين، يعني انت المديره بتاعت المكان، بس انت شكلك صغير قوي يا جماعه. لا بس انا. فيمكن دي اللي ادتني فرصه ان انا ايه، اطلع من اول حاجه واخد القرار. وهنا يجي دور التسرع مع الاي دي اتش دي، يلا نتطلق هوبا نط بره المركب. فدي كانت تاني حاجه، ودي ميزه يعني على فكره مش عيب. وبقيت انا وولادي بقى بنقضي رحله الاي دي اتش دي، انت عارفه هم بتوع شخصيتهم عيال صغيره. ايوه فبالنسبه لي ان انا ابقى مع اطفال دي حاجه ممتعه جدا. فاصبح يعني الحمد لله وشكر لله، الحاجه اللي بتعتبر الامهات كتير بردن ان انا لوحدي شايله مسؤوليه الولاد دول، لا هي كانت حاجه ممتعه قوي. احنا كنا نروح النادي مع بعض، بناكل نشرب مع بعض، بنتفرج على الكرتون مع بعض، بنلعب مع بعض وهكذا، وانا ام فاين، انا مبسوطه كده وهم مبسوطين. ففي التوقيت ده
اللي انا فاكراه كويس قوي انه بسبب قصه ان الفاليوز عندك تبقى تقيله وانت عايشه جوه بابل، فتخرجي تتصدمي بالواقع. فاصبح عندي سؤال كده، ايه علامه استفهام كبيره قوي، هو ربنا عمل فيا كده ليه؟ والله الفيكتيم منتاليتي بقى لا طلعت ظهرت. بالظبط. ولا وانا المفروض انه 1+1=2. انا عمري ما كلمت ولد، عمري ما عملت حاجه غلط، انا اتحجبت من قبل سن الحجاب، انا عمري ما كدبت، عمري ما اذيت حد، عمري 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 عمري. فليه يا رب تعمل فيا كده؟ انا التفكير المنطقي بالنسبه لي ان انا هعيش حياه مثاليه. طب في وقتها والدتي قالت لي جمله جميله قوي، قالت لي هو انت بتدعي انك بتحبي ربنا فتحجبتي وعملتي صدقه وكذا 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 قوي يا ميرا، لان احنا ما بنبقاش مدركين على فكره. ما ده اساسي. بس هقول لك دلوقتي ايه اللي حصل. هو كانوا الألمين ورا بعض. الاول جمله ربنا، جمله ماما انه هو ربنا بيختبرك بقى في الاوقات التانية، انت اخبارك ايه؟ طب ماشي بقى، انا مثلا كأمك بعاملك حلو بس جيت عاقبتك في مره، هتكرهيني؟ لا، هتزعلي مني وبعدين خلاص تمام. فده الموقف الاولاني. الموقف التاني، خارجه من شغلي ماشيه بالعربيه، فلقيت واحده واقفه ايدها دي مقطوعه، رجلها التانيه يعني عارفه مخلوفين، مقطوعه، واقفه ماسكه العكاز وصعبت عليا، ست كبيره. فقلت بالعربيه حضرتك رايحه فين او بتعملي ايه؟ قالت لي بجيب بس اكل للعمال. طب تعالي اتفضلي اوصلك، عايزه تروحي فين؟ ركبت معايا، فكان اسمها الحاجه فاطمه. فبقول لها هو حضرتك اولادك فين يساعدوكي؟ قالت لي انا ما بخلفش. طب زوجك فين؟ قالت لي ما عشان ما بخلفش فاتطلقنا. فقلت لها طب بتشتغلي ايه؟ فقالت لي انا بعمل خير، يعني فاتحه دور تحفيظ قران، والواحد مش عارف يعد نعم ربنا عليه ومش عارف هيقابل ربنا ازاي، فبحاول ان انا اعمل حاجات خير على قد ما اقدر. انتي لو احتجتي حاجه يا بنتي بقولي لي. فعارفه حسيت ان ايه الرساله جات لي، اللي هي ايه، هو الموضوع مش بالظاهر، هو الموضوع هنا جوه. انت جوه قلبك ايه؟ هل انت حاسس وبتعد بنعم ربنا عليك، ولا شايف الجانب الوحش بس؟ الست دي ربنا خلاها تشوف الجانب الحلو ان هي بتعمل خير، وانا كان المفروض اشوف الجانب الحلو. ما انت ربنا اكرمك في حضانه، ربنا اكرمك في اولاد، ربنا اكرمك في انك عايشه مرتاحه، ربنا اكرمك في انك شايله المسؤوليه دي ومش تعبانه، الدنيا ماشيه كويسه. هو انت عدوا نعمه الله لا تحصوها يعني. بالظبط كده. لا ونعم واضحه، ربنا اكرمك اصلا ان انت كان تفكيرك بسيط جدا، فربنا خلاكي تكتشفي قدرات عندك انت ما كنتيش تعرفي عنها حاجه. فالشفت دي خلتني اروح بقى في حته تانية، ان طول الوقت ايه اللعبه الجايه؟ أيوة. هنتعلم ايه النهارده؟ فالموضوع اصبح شويه يعني بعد ما عرفت اعدي المرحله دي، لا الموضوع اصبح الحمد لله وشكر الله فيه تسليم شديد، على الرغم ان كان فيه اقلام كتيره، ولكن كانت دي اول الم. تاني الم كان مشيت في شغلي، الدنيا كانت حلوه وجميله وسموث جدا. فتحت اول مكان ليا وخلاص نجحت فيه، بدات افتح تاني مكان ليا. في الوقت ده دينا عارفه اللي هو ايه، كل اعوانك خانوك. ده اللي حصل معايا حرفيا. غربال. لا بس غربال كان قاسي قوي. ليه كان قاسي قوي؟ لان جيت ابص لقيت مثلا انه حد من الناس اللي كانوا معايا راحوا مثلا للشخص اللي انا مأجره منه الحضانه، عرضوا عليه السعر دبل عشان المكان ده ناجح، وهو وافق. وانا ما قدرتش اتكلم لان في صله قرابه، فخلاص ما ينفعش. المكان التاني اللي اتفتح، الناس اللي فيه عملت حاجه كده برضو، يعني بدون دخول في تفاصيل، ان انتي بره. فاصبح فجاه، والناس دول كانوا قريبين ليا جدا في الشارع. في الشارع حرفيا. ابدأي بقى من اول وجديد. فابدأي من اول وجديد مع الدبريشن، مع احساس انه انا تعبت في ده قوي، والمسؤوليه اللي وراكي، واحساس ان انت كنت وصلت ايه خلاص، انا اهو فوق اهو، وبنفتح بقى فروع وبنعمل حاجات، وبعدين لا يلا انزلي زحليقه بقى هنبدا من اول وجديد. بس انت كنت لسه قبلها بتقولي ده اصلا اللي قبل المرحله دي كان حاطك على الحته بتاعت يلا بقى هنلعب فين. ما هي الفكره في ان انت لازم لما مش انت اتعلمتي الدرس ده، تعالي بقى انت جاهزه للابجريدنج، فنديكي درس اصعب. فاهمه؟ درس اتقل. فالدرس التاني ده لا كان اقوى. ليه؟ لانه جه في الحاجه اللي انقذتك. بالظبط. لا وانا المكان ده انا كنت بكلم الحيطان، فاهماني؟ يعني انا بحبه لدرجه ان انا بكلم الحيطان. فكان احساسي وانا ماشيه ان انا بسيب بنتي، مش ان انا بسيب مكان او ايه، يعني هنبدا تاني من اول وجديد يلا بينا نجري. لا ده هو في اتاتشمنت بمكان
وفي مخاوف من المستقبل وفي مسؤوليه، وفي صوره معينه كانت موجوده وقعت، وفي ناس كانت موجوده في حياتك المفروض ان هي بتحبك، عارفه زي ما يكون ربنا وقفك تاني لوحدك بطولك بدون اي حاجه، فاهمه جدا. اللي هو انا بس اللي موجود معاكي، كل ده وهم. فده كان تاني ألم قاسي جدا، وده اللي خلاني نقلت بقى حياتي من دمياط للقاهرة عشان أدخل في مرحلة جديدة اللي أنا برضو ما كنتش أعرف عنها حاجة، وهي اللي مخليني قاعدة قدامك دلوقتي وبنتكلم مع بعض. الشغل بتاعي بتاع الكوتشنج، إن أنا اكتشفت حاجة جديدة عن نفسي، واكتشفت إن أنا يعني في عندي اهتمام بحاجة تانية، ووصلت للنقطة دي بسبب الألم اللي أنا خدته زمان اللي كان مزعلني قوي. فسبحان الله، هو احنا الظاهر احنا رحنا في داهية، الباطن ده باب امل ونور وحاجات حلوه قوي 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 مفتوحه. يعني عارفه ان انا قلبتها حاجات دينيه بس لا حاجات دينيه. بصي خليني هكلمك عن حاجه انا مقتنعه تماما، بس عشان ايا كان رؤيه الانسان اللي بيسمعنا، هو في الاول وفي الاخر هو انت بتفضل عارفه المركز الجرافيتي سنتر، المركز الجاذبيه. احنا حاجه من الحاجات اللي ممكن حتى ببقى على طول بقولها، انت بتحاول على قد ما تقدر انك انت تبعد وتبين انك انت بني ادم وقادر بالظبط. يا دوبك عارفه الاستيك هي دي ترجع تاني، لان رؤيتي انا الخاصه واللي مرتبطه بيا انا وبفهمي المحدود جدا اللي هيفضل دايما بشتغل عليه. فيش انسان يعلم او يتعلم الا وده يخلي علاقته بتدور حول الله سبحانه وتعالى. يعني كل سبحان الله، انما يخشى الله من عباده العلماء. اكتر ناس بتخاف ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي بتتعلم بالظبط في الحياه، فقلبيها حصه الدين. انا معاكي هنا، انا بحب الكلام في الحته دي جدا، لان الحقيقه ايه؟ ان طول ما احنا ماشيين كل النقم وكل الكوارث اللي بتعدي علينا في الحياه هي البليسنجز اللي بنبتدي ان احنا نبقى ممتنين جدا. تماما. انت النهارده زي ما انت بتقولي، انا قاعده النهارده انا ميرا اللايف كوتش اللي بطلع في بودكاست، اللي الناس بتحبني، اللي الناس بتتصور معايا، الكلام ده كله بسبب ان انا النهارده اتجبت ارض في وقت بحب اقول عليها اتسفلت. اتسفلت. راحت خالص، ويلا نبني وعارفه دي الحاجه، مش عارفه خدتي بالك ولا لا، اصل دايما لما نيجي نحضر اي كورس دايما يقول لك ايه، انا عايزك تدخل بزيرو نوليدج عشان ما يبقاش في عندك احكام، عشان تقدر تتلقى العلم الجديد. فكأنك ده اللي بيحصل لك في اللحظه دي، انت بتشك في كل حاجه، فبتبدا تسمع من اول وجديد، فتصلح حاجات وتتعلم من اول وجديد، فيبقى عندك نوليدج جديده وتعمل ابجريدنج ليها، وتاخد شويه وتسيب شويه، وفي الاخر بتطلع فعلا بتتولد من اول وجديد. فده اللي بيحصل. بس لحظه الميلاد دي بقى احنا ما بنبقاش عارفين احنا قدها ولا لا. مؤلمه جدا 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 جدا. بس بيتهيالي ان احنا باي تايم الموضوع بيبقى بقيتي فاهمه، عارفه اللي هو هقول لك حاجه. عارفه من فتره، ربنا يا رب ما يوري حد يعني، او هو ربنا رحيم حتى، كان في لقطه كنت انا بيتي اتحرق، بيتي توتالي كان حصل ماس كهربائي، وكان بيتي اتحرق بالظبط من سنه و3 شهور. اوكي. احنا رجعنا الحمد لله والبيت زي الفل وفي مكان احسن بكتير، وفدا ضفر عيالي. بس في الوقت ده عشان انا كان عدى عليا حاجات كتيره جدا في الحياه قبل ده، فوقتها انا رايحه الشارع كله حرفيا كان واقف تحت بيتي بيعيطوا، وانا واقفه والله العظيم كان في صوت جه قال لي سبحانك يا ارحم الراحمين، you're being prepared for the next level. كان عندي السكينه، اللهم لك الحمد، وقدر كبير جدا من الحته بتاعت عادي. الحمد لله الحمد لله. فالحته دي كنت عمري ما هبقى جاهزه لها غير بكل الخبط والرزع والحته بتاعت السفلته بالظبط. وعلى فكره السفلته مش شرط ان هي تيجي بس في البيت، في اوقات بتيجي بتضرب في الصحاب، تسفلتي صحاب، تسفلتي شغل، تسفلتي علاقات، كل حاجه واحده واحده بقى. بناخد صحه. فسبحان الله كل سفلته بتقومي بعدها اكنك لحظه ميلاد. انت قلتي حرفيا جميله حرفيا، وبتكتشفي نفسك وبتعرفي يعني سبحان الله بتقدري اكتر اللحظات بتاعه السكون والاستقرار والهدوء، وبتحسي بطعمها اكتر، خصوصا مع لحظات اللي هي الالم الشديده دي. بتحسي ان دي بقى ايه يعني 10 اضعاف طعمها في العادي. عارفه الاحساس ده؟ من الحاجات اللي ممكن تكون كان بالنسبه لي فيلم كان
شكلي كنت عميقه من زمان وانا مش واخده بالي. اوكي. كنت مره قاعده مع بتفرج على فيلم بتاع اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين يعني، وطالع بجد مش بهزر، هو طالع من مستشفى المجانين فطالع الله سحاب، عارفه متاخد، عارفه هي دي. هي ابسط الحاجات اللي انت بتعدي بيها اون ديلي بيزس او بتشوفها كل يوم، تمر عليك مرور الكرام كده، هي نعم كبيره جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. حرفيا بالظبط. تعالي بقى ناخد الحته بتاعت ان انا هنا الكوتشنج. انت ما كنتيش لغايه وقتها عرفتي ان انت ADHD صح؟ لا انا لسه عارفه ان انا ADHD من وقت قريب، وانا بعمل اختبار لابني لان هو اللي كان عنده مشكله، فكنا بنشوف بقى فعارفه كنت قاعده انا وهو كده في الاختبار يا راجل. اوكي. طب انا عرفت ان انا بوردر لاين وانا بكتب الدكتوراه اللي انا شكراً. بعملها في البوردر لاين. بالظبط كده. يعني انا عرفت وقتها ان انا ADHD. قبلها انا كنت بقول ايه يعني، دي كانت جملتي الشهيره: بصوا يا جماعه انا حياتي ماشيه بسرعه قوي، فانا حاسه انها هموت بدري، اللي هو الاحداث بتجري 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 بخلص. ودايما انا نفسي متسرعه، اللي هو يلا مش عارفه ايه، يلا ننط، يلا كذا، يلا نعمل، يلا مش فاهمه. فاللي هو حاسه ان حياتي ماشيه بسرعه قوي، اسرع من الناس اللي حواليا، اللي هو انت بتخلصيها ليه، في وراكي ايه. ففهمت بقى على الوقت ان هو ده ADHD حضرتك، اللي انت كل التهور اللي انت عايشاه في حياتك ده هو ده ADHD. ليه؟ لان كنت بستغرب من الناس اللي حواليا ان ايه، ما تجربي يا بنتي تعملي كذا، تقولي لا اخاف، ما ممكن مش عارفه ايه، يعني ما تجرب يا ابني. يحصل؟ بقى الناس كلها بتحسب حساب للحاجات. انا ببقى شايفه الحاجه، شايفه الجانب الايجابي بتاعها، مش شايفه قدامي اي حاجه تانية. عارفه اللي بيقعد عند الدكتور عنده 10 عملاء النهارده، 10 في 500 ب 5000 في 30، انا ادخل كليه الطب. بس كده خلاص يا احنا كده تمام. طيب كنت هنا خلاص مش مدرسه المشكله. على فكره احنا عندنا انترسكشن كبير جدا بين البوردر لاين والADHD، تماما. واصلا من الاضطرابات المصاحبه للبوردر لاين الADHD بالظبط. فاي كان ريليت. انا لما مسلسل خلي بالك من زيزي طلع، على فكره الحلقه شكلها ADHD اصلا، انت شايفه. أيوة. احنا عمالين بنقطع بعض، مش عايزه اقول لك. لما طلع المسلسل بتاع خلي بالك من زيزي، الناس كلها قالت لي دينا انت لازم تروحي تكشفي يعني. انت وعلى فكره مرورا بمراحل كتيره في حياتي، انا كنت في فتره عندي فرط حركه، انا لغايه النهارده بس يعني مش مركزه معاه قوي، لاني ابتديت اعرف ارتب دماغي. ايوه. بس احنا عندنا، لو هتكلم بقى عن الADHD، احنا عندنا مصيبه في الترتيب هنا متكرتب ماشي قبل ما تعرفي. اتعاملتي مع ده ازاي يا ميرا؟ كنت طول الوقت محتاجه الاقي طريقتي. يعني انا لما اكتشفت ان انا ADHD فهمت ايه اللي كان بيحصل معايا. بس قبل كده بقى ولا اي حاجه. مثلا كنت في المدرسه، انا افتكر والدتي اللي كانت حكت لي على ده، قالت لي انت كنتي بتعملي حاجات متناقضه قوي. فبقول لها ازاي؟ الADHD كرييتيف بس في نفس الوقت عندهم فوضوي، شبه فوضى خلاقه وشبه صعوبات تعلم. يعني شبه صعوبات تعلم حرفيا. فمثلا ماما تلاقي المدرسه بتاعتي مكلماها بتقول لها انا طلبت من الولاد يعملوا قصه عن فكره ان انت تبقى غريب في وسط كوميونتي معين، فبنتك كتبت قصه سمتها الغنمه ام سنمه. مش فاهمه. غنمه عندها سنمه زي الجمل. في طفل عندها 4 سنين تعمل ده؟ لا. ماشي. في نفس الوقت جايبه 0 في الماس. اوكي. فماما مكلمه 0 ليه؟ لا بصي الامتحان كله صح بس في مشكله، الاجابات كلها غلط. لا يتقرا في المرايه. انا كاتبه كله فليب مقلوب. اوكي. بنتك ما تعرفش 1 زائد 1 يساوي كام، بس 100 في 925,000 بتجيبها عادي. اوكي. اي حاجه كومبليكيتد، لان الناس الADHD بيعرفوا ان هم يشوفوا حاجات كتيره في نفس الوقت على عكس الناس العاديه. فما تقولي لحد عادي 1 زائد 1 يساوي 2، لكن مش عارفه كام في كام، ارقام كبيره. الADHD يقول لك هنقسم دي وهنقسم دي ونضرب دول في بعض ونضرب دول في بعض وبعدين نجمعهم فيطلع الناتج. لا يا ميرا انت طلعتيني ADHD وانا قاعده، انت محتاجه تعملي لي الاسسمنت بعد. هنعملها على طول. طيب قولي لي، ده اللي كان بيحصل مثلا في المدرسه. لقيتي طريقه؟ ما كانش مرهق ده ان انا كل حاجه يعني، هو بيقول لك كل شيخ ليه طريقه. طب لما انا بقى بني ادم بتبع 50,000 طريقه عشان اقدر اعمل ايه يعني. انا النهارده كحد بسمعك عندي وانت متصالحه زي ما انا، يعني من اكتر الحاجات اللي الناس
قربتها مني فكره ان يا جماعه البوردر لاين مش اخر الدنيا، خلاص بالظبط. مشاعر ولهيب وجحيم هتعدي. فانت النهارده اللي بيسمعك اللي هو هيبقى قاعد عامل ايه ده، انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ انت ايه الهزي ده يا جماعه؟ ليه؟ لان انت بتتكلمي عن اضطراب لما الناس بتبقى قاعده فيه حرفيا هو ايه ده، الله لمبه. عارفه استاذ حزلقوم، انا قاعد بعمل حاجه مهمه جدا، يعني ممكن اضيع الحاجات دي. ولو كان بيقدر يبقى فوكسد، ليزر فوكسد في الحاجات اللي بيحبها. بالظبط يعني كده. الاي دي اس جي بيعرف يركز قوي في الحاجات اللي هو حابب يعملها. بالظبط. كان عندي حبيبي ناس بتبقى عندها اي دي اتش دي تيجي تقعد تحضر معايا جروب ثيرابي اللي هو بيبقى 5 ساعات، انا بعمل حاجه مهوله فيه كده. اوكي. يا حبيبي اقعد ذاكر 10 دقائق، ما بقدرش اركز. يا ما حبيبي لا فيش. بتقدر، ما انت انسي. قعدت معايا 5 ساعات. لازم تلاقي طريقه. ليه؟ لانه هو الاي دي اتش دي هو عنده حاجتين، الهايبر فوكسنج زي ما انت قلتي، لو انا انترستد في اللي بيحصل دلوقتي انا هقعد معاكي 5 ساعات، لكن لو انا مش انترستد في ده انا ما اعرفش اركز فيه 10 دقائق. فاصبح، وده اللي حصل معايا انا، انه سبحان الله هي جت كده بالطريق اللي اترسم لي، انه اعتقد انت يعني يو كان ريليت، انه السايكولوجي شبه الماث، انه كله مليان علاقات، انت بتجيبي حاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا، بتكوني علاقه بينهم، في الاخر بيطلع لك كونكلوجن مظبوط فتقدري انك تشتغلي عليه وهكذا. فده انا شخصيا مثلا كمجال شغل زي ده بيعمل عندي هايبر فوكسنج مش طبيعي. في شغلي مثلا في الحضانه نفس القصه، انه انت كمديره او كالشخص اللي قاعد فوق، فانت محتاجه ان انت تربطي كل الحاجات دي مع بعضها عشان في الاخر تطلعي نتيجه معينه. فاصبح انه الموضوع ايه، في ميزه وفي عيب، انه في الشغل الجماعي انت بتشتغلي لوحدك، ودي كانت حاجه بتضايق الناس اللي حواليا مثلا مني، ان ميرا انت بتدخلي بتحركينا كاننا اجزاء من بازل، انت اقف هنا، انت اعمل كذا، انت اعمل كذا، انت حط لي ده هنا، حط لي ده هنا، في الاخر بتطلع حاجه تحفه، بس احنا كجزء من الحاجه دي احنا مش فاهمين، وانت بتحطينا في الاماكن دي احنا بنعمل ايه. انت بتحققي الفيجن بتاعتك، فانت كانك ايسوليتد عن العالم، ودي من اكبر مشاكل. يمكن عشان كده احنا اتقابلنا في الكونفرنس اللي فات. عندي النهارده كونفرنس، عندي شهر الجاي كونفرنس، بحاول اصلح الحته بتاعت الاجتماعيات عندي، لان انا فعلا عندي مشكله حقيقيه فيها، دي مشاكل الاي دي اتش دي، انه بعد ما بتروح تقعد وسط ناس، اولا بتبقى اوفرويلمد، ثانيا بتبقى حاسس بالذنب جدا، طب انا قلت ايه، طب ايه اللي حصل، ما يمكن حد اتضايق مني، طب هم حابيني، طب يمكن انا كنت فارضه نفسي عليهم، متاكده ان هم قابلينك فعلا، طب الناس دي يعني كانت عايزاك تبقى موجوده معاهم ولا بتجاملك يلا وخلاص. فده كله بيعمل انكزايتي في الحته بتاعت الاجتماعيات بالذات، بالاضافه لانه مثلا حاجه زي الميجرمنت، او ان احنا نقيس حاجه صح ما بنعرفش، يعني زي ما انت متسرع بتنط في البحر ما تعرفش تقيس الوقت، يعني ما تعرفش تقول ان مأساة. الاسبوع شبه اليوم شبه الساعه شبه الدقيقه، ما فيش فرق. انا ممكن اخلص حاجه في، دي كانت مشكله لما اجي اشتغل برضو مع جروبس في حاجه معينه، انه الناس بتتوتر مني، انا بقدر اعمل حاجه فيري كرييتيف في اخر ساعه، فهم كلهم بيبقوا يعني مخلصين كل حاجه من اسبوع، يا جماعه حاضر ما تقلقوش مش عارفه ايه، يعني ليلتها اللي هو هنسلم بكره البروجكت اهي اتفضلوا، فيقولوا لي انت بتوترينا بتعملي لنا اعصابنا، في الاخر بتعملي حاجه صح، بس احنا تعبنا، ارجوكي ما تعمليش كده. فانا نفسي اشرح لهم انا ما عنديش احساس بالوقت، وما والله عنديش ال عارفه امبارح كنت في ايفنت مع دكتور محمود برافو، كنت قاعده كان حد سال نفس السؤال، بيقول له انا عندي مشكله في ان انا هنا النهارده لما بيبقى عندي برزنتيشن وباجي اقدمها بستنى لغايه اخر لحظه. قال له ايه اللي خلاها مشكله؟ قال له بتقدمها، قال له بتطلع من احسن ما يكون، قال له مين اللي خلاها مشكله؟ ففي الجنب ده زي ما انت بتقولي هي المشكله اللي اظهرها اللي حوالينا. بالظبط. يعني يكون ان انا هنا النهارده، ما هو انا ببرفورم بطلع اللي عليا، بس انا مسبب لكم قلق بسبب ان انا مش بفانكشن بنفس الطريقه اللي انتوا بتشتغلوا بيها. بالظبط. فعارفه مره جبت جوزي، والله العظيم الراجل ده راجل عظيم، يعني بجد بجد راجل، يعني بجد بعد يا رب. قعدته كده، فانا قلت له بص تعالى عشان افهمك، اخدك في ماب كده جوه عقلي، انت الكلمه اللي انت بتقولها لما رسمها له بص لي كده قال لي ايه هو انت لسه عايشه ازاي؟ عارفه والله. بس هي النقطه في ان اوقات كتير لو احنا بقى بنتكلم في ده، فكره انك انت تكوميونيكيتي ده مع الناس اللي حواليكي، تو بي فولنربل انف ان انا ابقى بوريكوا ضعفي، الحتت بتاعت ان انت تيجي تقولي لي ايه دينا خلي بالك انا عندي مثلا في حته فيها ليها علاقه بكذا كذا كذا، فلو غبت هنا الحقيني، لو مثلا عملت كذا نبهيني، لو عملت كذا مش عارفه ايه. بالظبط. ده بيخلي الناس الكوميونيكيشن بينهم اسهل بكتير. ده حقيقي. ده حقيقي. على فكره انا بجد يعني انتمتي
او صحابي اللي منهم واحده قاعده هنا زي القمر كده، ايوه ايوه بقول لهم ايه، بقول لهم يا جماعه، ما انا هنا النهارده I speak my mind out loud. دايما باجي اقول لها تعالي، انا عقلي في الموقف ده وانا بتكلم معاكي طلع صوت انا مش عايز اسيبه يزني. اوكي. فلو انا النهارده مثلا بشتغل معاكي وانتي قلتي لي ده، تهيألي هيسهل عليا. ده هيسهل كتير، بس ال ADHD اصلا هم من غير حاجه عندهم anxiety. ففي الغالب بنخاف ان احنا نقول يعني لو انا بحبك، لان في وش تاني انه في الغالب الدنيا ابيض واسود. فلو انا بحبك انا مش هقول خالص ولا ايه بقى، عشان انا عندي مشكله. انت كل اللي انا اتاكدت من الدكتور والله، اصل انا وقعت في الفخ ده. اتاكدتي منه؟ والله اعمل لك الاساس. انت دخلت معاه في ديسكشن، طب انا يا دكتور مش ممكن اكون بوردر لاين؟ طب مش باي بولر؟ طيب صدقني في عندي مشكله. فقعد بقى يشرح لي ان لا ما تقلقيش، هو بس الدبريشن، لانه هو للاسف الاي دي اتش دي لما بيمر بحاجات صعبه كتير وعشان احنا يعني بنسكت كتير، مش بنعرف نطلع مشاعرنا، فالموضوع بيدخل في ديبريشن واحنا بنفضل ناكت لايك انه كله تمام، فبيبقى سيفير ديبريشن مع الوقت. فعارفه الجمله بتاعت ماشيين بعلاج، ماشيين بعلاج فضايح، مش عايزه اقول لك الناس مش هتكلمنا تاني. يعني ده ممكن يكون مثلا بسبب هنا خوفك من الهجر، علشان كده مش بتبتدي كوميونيكيتي انت شكل دماغك عامل ازاي. انا فاهمه ان مش كل الناس هتفهم ده، بس لا بس هقول لك على حاجه يا دينا برضو وانت اكيد عارفاها ودرسناها كتير، انه كل واحد فينا بيكون عنده جين معين، الجين ده هو المسؤول عن الديس اوردر وعن قابليه انك تعمل اكتيفيشن لده. فانت الاكتيفيشن ده حصل من وانت صغير بسبب اصلا وجود طريقه تعامل معينه انت تم التعامل معاك بيها وانت استقبلتها بشكل معين، وبالتالي نتيجه بقى التوليفه دي انت ظهر لك الديس اوردر ده بشكل معين. يعني انا اللي يشوفني ما يقولش ADHD، انت ديسنت جدا وهاديه وما تفرقيش. بس مع اولادي مثلا احنا مجانين بنجري ورا بعض في البيت. ليه؟ لان انا قادره اطلع الجانب اللي هو بتاع العيال الصغيره بس هناك وسط الناس. انا اتعلمت من وانا صغيره ان لا، مفيش حاجه اسمها كده، انت لازم تباني بشكل معين. فخلاص حاضر انا اسفه هبان بشكل معين. فعلى فكره دي حاجه كويسه، لان انت اصلا لما اتكلمنا عن خلي بالك من زيزي، هو كان بيعمل معاها ايه؟ هو كان بيعمل معاها يعني علاج معرفي سلوكي عشان يعلمها تهدى امتى وتبقى على طبيعتها امتى وتقدر ان هي تتعامل مع الافكار بتاعتها ازاي وتقدر تهدي سرعه الريتم اللي هي ماشيه بيه ازاي. فاوقات اهلنا بيعملوا معانا ده بشكل غير مباشر او بطريقه مش مقصوده، حتى لو هي غلط، بس في النهايه هي طلعت النتيجه. احنا بنعالج بقى الاثار الجانبيه دلوقتي اللي هي الخوف من الهجر، ان يكون عندك عدم شعور بالثقه في نفسك شويه، انك تكون عندك مشاكل اجتماعيه في التعامل مع الناس، انك تكون عندك صوره مشوهه لنفسك، ان يكون مش عارفه. انا عارفه ان هي مسميات كبيره، بس في الاخر هي الحاجات دي على فكره هي اللي خلتك تعمل المجهود ده عشان توصل للنقطه دي. انت لو ما كانش عندك الشعور بان انت محتاج تغير نفسك كنتش هتوصل للنقطه دي. على فكره هو اصلا تاني هرجع واقول اي حاجه في الدنيا حتى انكلودنج الاضطراب النفسي، وده اللي انا بقعد اقوله للناس على طول، حاجه من الاثنين، يا هتحطه عائق قدامك عمرك ما هتعرف تطلع منه ولا هتتحرك، يا اما هتحطه تحت رجلك وحرفيا هو اللي هيرفعك. بالظبط. انت النهارده خلى ده خلاه عندك معرفه اكتر بذاتك، فما بقيتيش بتحرقي بنزين في اماكن مش احنا كده بنحرق بنزين بس بالظبط. عارفه ادراكك المبكر ممكن على فكره يعني، لان انا النهارده برضو مبهوره بحاجه قوي، ان انا هنا النهارده من وانا صغيره عرفت ان انا في طريقه معينه بتاعتي انا بتاعت ميرا هي بالزبط. اللي لازم تعمل بيها الحاجه بالظبط. مع انك انت هنا النهارده الجزء بتاع المواقف الحياتيه ورؤيتك ليها في المواقف دي. يعني انا النهارده شفت ست ممكن تكون ربنا يا رب يمسيها بالخير لو عايشه ويرحمها لو مش موجوده، ان هي عندها عجز، بل بالعكس بتحدث بنعمه ربنا سبحانه وتعالى، وكمان قائمه على ان هي تكمل على ده في حاجات كتيره تاني. البرسبشن بالظبط، الطريقه اللي انا قررت تماما. فكره ان انت تبقى طول الوقت عندك الفلكسبيليتي انك تشوف الحته الكويسه، وعندك الريزيلينس انك مهما وقعت هتقوم. هي دي مش سهله، حته ان انا احباط ان انا بنيت برج باين راح واقع كله في الارض، وبعدين ببص له حد بيقول لي انت محتاج تبنيه من الاول او محتاج تلف وشك عنه وهنروح لحته تانية. انت خلاص مهمتك خلصت هنا. فالاتاتشمنت بقى بتاع ما دي حلوه اهي
فما في كتاب اللي هو موف ماي تشيز، هو بيتكلم اصلا عن الفكره دي، فكره ان انت كرائد اعمال او كحد بيشتغل ازاي يبقى عندك الريزيلينس والفلكسبيليتي، انك ما تبقاش مقتنع ان عشان انت عملت حاجه معينه مره وبقيت رقم واحد فيها انك تفضل متمسك بيها. انت اوقات بتحتاج ترميها وتبدا تشوف ايه الحاجات الجديده وتعلم نفسك فيها وتشتغل عليها. مش معنى ان انت وصلت لهنا انك ما ينفعش تنزل تحت تاني وتبدا من اول وجديد، انت لازم تنزل وتبدا من نفسك، والا الماركت هيوقعك وهتضطر انك يا تخبط راسك في الحيط يا تكمل. وفي الحقيقه نفس الكلام، انا مثلا راضيه دلوقتي بعلاقتي مع صديقه مثلا توكسيك، هي بتاذيني ومش عارفه ايه، عشان انا شايفه ان ده قدري وهي كويسه، واصل اوقات هي بتعمل حاجات كويسه واصل اوقات مش عارفه ايه. طب انا عرفت ان انا عندي ديس اوردر معين مثلا، فبمجرد ما اكتشفت ان انا عندي الديس اوردر ده وفهمت ان الموضوع ناتج عن خلل عندي مش ناتج عن حته وعي، فبدات ان انا اخد قرار ان انا هحط الباوندريز بتاعتي واشوف النتيجه هتبقى ايه. فالشخص ده يتغير معايا وبقى احسن يا مشي من حياتي. فده ابجريدنج بس مؤلم جدا. نحن فاهماني؟ نتغير بالقلم، محدش شكراً. فينا ينفع ان هو يتحرك او يتعلم. يعني لو النار ما بتلسعنيش، لو ما اتلسعتش في النار عمري ما هبعد عنها. بالظبط. طيب لو انا النهارده حد بقى زي ما انت بتتكلمي كده، انت نورتي ولمستي عنده في حاجات كتيره جدا وهو بيتكلم، انت اصلا ملمسه من غير حاجه. جميل بجد، انا مبسوطه قوي. ماشي. بس حد بيسمعنا بقى وقاعد النهارده قاعد عمال بيقول ايه ده، انا ملمسه معايا في كذا وكذا وكذا وكذا، بس أنا عندي مشكله كبيره قوي قوي في الانضباط والاستمراريه والحته. نعم، اعمل أوكي. ايه؟ اديهم بقى نصيحه لطيفه ظريفه كده، يعني هنقول الكبسوله اللي الناس بتبقى مستنياها في اخر كل حلقه. ماشي. بصي يا ستي، بالنسبه للانضباط والاستمراريه، اول حاجه الانضباط هو تكوين عادات. ومن الحاجات اللي عند ال ADHD اللي ممكن يستغلوها عشان يشتغلوا على فكره الانضباط، ان احنا اكثر عرضه للادكشن او الادمان. يستغلوها، يحبوا ادمانهم. فظيعه. السنه دي بالادمان يا جماعه. هندمن بقى حاجات حلوه. فكره ان انا اربط الجرعات هرمونات السعاده بالانضباط بتاعي، ان انا كل مره انضبط فيها في حاجه معينه اكافئ نفسي مكافاه. ده بجد، ما انت مش قادر ان انت تعمل حاجه لان هي تقيله عليك والاستمراريه تقيله عليك، نوع فيها، ما انت عايز تنويع. فاوكي، النهارده انت مش عارفه مثلا كلايف كوتش درست جنرال كوتشنج، طب ما ايه رايك لو تشوفي الNLP؟ طب ما تيجي نشوف الCBT، طب نشوف الDBT بقى، طب ندرس مش عارفه ايه، طب نعمل ابجريدنج لكذا. طب انت بتعملي فكره معينه في شغلك ومستمره عليها مثلا كماركتنج، طب ما تجربي تعملي فكره تانية. انا هنا عملت ايه؟ انا انضبطت مع التغيير. اوكي تمام. فاصبحت اوبسيسد، لانه هو المحرك ايه؟ الاوبسيشن. انا مهووسه بحاجه معينه. الاوبسيشن هنا شغال في ده لحد التولز. يعني كنت لسه انا واحده صاحبتي بنتكلم في القصه دي، بتقولي انت ليكي قوي في الAI والتكنولوجي ومش عارفه ايه. قلت لها انا من غير الاوبسيشن ده، ان انا اقعد ادور على ابلكيشنز واعمل بيها حاجات في شغلي واسال اتكلم مع ChatGPT وبعدين اجرب جيميناي وبعدين اجرب مش عارفه ايه وبعدين اشوف مش عارفه بلايز عشان اظبط مش عارفه ايه، لو انا ما كنتش عندي الاكسايتمنت والهوس ده بالظبط كده مش هشتغل. احس بالملل في مرحله معينه، فمش هيبقى عندي ديسيبلين، فمش هعمل حاجه. لكن ده هو المحرك بتاعي، فطول الوقت بدور. انت عارفه ان انا وانا قاعده بتفرج على الريلز بتاعتك عماله بقول ايه، هو انت بتلاقي وقت امتى تحطي راسك على موتوسيكل وتقعدي مش عارفه فين وتعملي ايه؟ بس مفيش الكلام ده. والله اللي هو طب خلاص. لا، ده انا بدات اعمل لناس تانية. يعني في ناس انا عملت لهم انتوا عاملين في استوديو فين، فاقعد بقى افهمهم يا جماعه ده ابلكيشن كذا بيعمل اديتنج اللي مش عارفه ايه، مش ببوظ شغلكم يا جماعه الناس اللي قاعده. وده بيظبط كذا وده بيعمل في الاضاءات مش وجايبه يعني تولز كامله اضاءات ومايكات ومش عارف ايه. حد جالي البيت قبل كده بيقول لي احنا نفسك حضرتك حرفيا ضربت الجرس ووقفت في الطابور وسلمت كل حاجه، حييت العلم. فاللي هو بعمل كل حاجه. جمهوريه في حد ذاتك. ما هو انا مشتته، فهعمل ايه؟ لازم استغل ده مع بعض والله. واقعد بنتي واظبط الاضاءه عليها، تكلمي كده يا حلا، اتكلمت طيب بصي على نفسك في الشاشه، الزاويه دي شاشه كده بتعمل ميرورنج للموبايل، كويسه كويسه، وهكذا. في الشغل بتاعي انا اصلا اوبسيسد بفكره ان انت كل يوم بتسمعي مشكله جديده وحاجه جديده، بتسجلي مع الناس، بتحاولي ان انت تعملي مش عارفه انت شفتي اللي هو
بولد اللي بلخص بيه المحاضرات، وكذلك السيشنز. وبستخدم السيشنز ان انا اتعلم منها انه ده احتماليه يكون فيه كذا، طب ترتيب الكلام كان كذا، طب السبتمز كانت كذا، طب اللي مش عارفه ايه كان كذا، يعني ال طلع منه ADHD مش بنتيجه عائق؟ كذا. لا طبعا، ده حافز رهيب. اغلب الناس اللي وصلت لانجازات عظيمه جدا في الغالب كان، مش هقول ADHD بس كان عندهم ديس اوردر. يعني مثلا كان دكتور عمرو بالظبط كده، لان سبحان الله كل حاجه تعتبر مهنه في معاها منحه. وهي الطريقه اللي بتستخدم بيها الحاجه. يعني انا هنا بالظبط. النهارده الكوبايه ممكن اشرب بيها وممكن اخبطها اكسر بيها حاجه. شكرا. يعني انا افتكر ابني في مره من المرات كنا بنذاكر فبيقول لي انا ADHD، فما مش انترستد في اللي انت بتقولي عليه ده، ومش عارف اعمله. قلت له انا ADHD وبقول لك انت هتعرف تعمله. ما هياش كده، فاهمه؟ بس على الصعيد الاخر هو بقى كADHD مثلا هو مهووس بالرياضه، فهو بيلعب باسكت بول، هو عنده استعداد يقعد يتدرب مثلا 6 ساعات. عنده استعداد، كان قبلها في سن اصغر كان مهووس بالكوره، فكان بتوصل بيه ما انساش كنا كل مره نركب فيها اوبر فيقعد يتكلم مثلا مع السواق في الكوره ويقول له انا شفت فيديو مش عارفه ايه، فيقول له طب انت تعرف لعيب اسمه كذا، يقول له ده دخل مش عارفه كام جون سنه مش عارفه كام، وعمل ايه سنه كام، وايه العالمي سنه كام. فوكس بس في اللي بحبه. اساليه بقى المماليك دخلوا مصر امتى؟ ما اعرفش. طيب يعني اول حاجه ابتدي ان انا الم الجمهوريه بتاعتي واشغلهم مع بالظبط. بعض في بيربز واحد. هي دي. طيب وابقى اوبسست بالحاجه، الاقي هدف معين في الحاجه دي يخلق لي هوس، لان انا كده كده مهووس. فاركز بقى. يعني انا واحده من الناس اللي هو لو عجبني مثلا بنطلون معين انا خايفه ان هو يخلص من السوق، انا هشتري 4 منه نفس المقاس ل6 سنين قدام. والله يعني بخاف ان الموضوع يخلص. هي كده. طيب طيب بصي، انا مش قادره اقول لك انت قد ايه حلقتك، يعني انا ما حسيتش بالوقت ومبسوطه جدا. وبجد يعني انت من اجمل الناس اللي ممكن اكون قلت ختمت 2025 بيها. مبسوطه جدا بيكي، وحلقه كانت ممتعه، وان شاء الله باذن الله اتمنى لك بجد كل حاجه حلوه في الدنيا يا مير. تسلمي لي يا دينا بجد. خير. تسلمي. على فكره ما انساش ابدا ان انا مجرد ما كنت قاعده جنبك وانت كان عندك يمكن حاجه من الحاجات اللي علمت جوايا قوي قوي، واللي يمكن انت ممكن تكوني بتعمليها كده، بس عشان برضو حابه ان انا اقول ان ما تستصغرش اي حاجه انت بتعملها. انا وانا قاعده جنبك لما كنا في السيمينار اللي اول مره اقابلك فيه، واحنا قاعدين انا في لحظه لقيتك خدتي موبايلي لما كنت بسال على الابلكيشن بتاعه الايفنتات اللي في دبي. أيوة. وعملتيني مش عارفه ايه ودخلتيني ايه حبيبه قلبي، لا تعرفيني ولا والله بجد I was touched جدا. وده ان دل على شيء فهي يدل على انسانه حقيقيه جدا مع نفسها. انتي الاحلى والله، عشان تبقى قادره ان هي تدي الناس اللي حواليها. نورتيني. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك والله. يعني انا اللي اتشرفت بيكي جدا جدا جدا، وسعيده ان انا معاكي النهارده حقيقي من قلبي. شكرا، ميرسي جدا. تسلمي حبيبتي، تسلمي.